طبعا مع بداية كل سنة ومع بداية الفرق، وطبعا بيبقى فيه التحضيرات سواء للصفقات أو تحضيرات تكتيك اللعب وتحضيرات الموسم اللي بتبقى موجودة. بيبقى فيه جزء تاني شغال في الإدارة وهو تحضير التيشيرتات، بيختار وتنافس بين الشركات في مين هيقدر يطلع أحسن ديزاين وتيشيرت فريقه يكسب مبيعات أكتر. بنشوف تيشيرتات الأندية واللي بتبقى في الغالب مقتبسة شيء من شعار النادي أو من المدينة اللي فيها النادي. طبعا أنت كده فهمت إن إحنا هنبدأ نتكلم عن التيشيرتات وأوحش 5 تيشيرتات وأحسن 5 تيشيرتات. ويعني الحلقة دي اتحضرت في كتير واخدت مني مجهود وصولات وجولات ومكنتش هتطلع اصلا، كويس انها طلعت. يعني انا متردد اصور، يعني ممكن اقفل في اي لحظة. بس هي دي تيشيرتات استقريت عليها، اوحش 5 واحسن 5. وهقول لك اسبابي لاختياري التيشيرتات دي وايه النقط اللي انا شايفها ما عجبتنيش. وفي الاول التيشيرتات والهدوم كلها دي بتبقى حاجات وجهات نظر او كل واحد وذوقه، فانا ممكن تيشيرت يعجبني هو ما يعجبكش والعكس صحيح. لكن ان شاء الله تتفق وتكون اغلب التيشيرتات متفقين فيها. فقبل ما تبتدي متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وقول لي النادي اللي انت بتشجعه واكتب له في الكومنتات وايه التيشيرت اللي عجبك للنادي اللي انت بتشجعه وايه اللي ما عجبكش. ويلا بينا. هدف للتاريخ يا كاتب التاريخ، لا تغلق الصفحات يا كاتب التاريخ. رونالدو. طيب نبدأ بالوحشين الأول، بعد كده نختم بالحلوين. نبدأ بالوحشين، والمركز الخامس تشيلسي. التيشيرت الهوم بتاع تشيلسي. بص، لوهلة تيشيرت كان عاجبني، واللوهلة حسيت التيشيرت حلو، لكن مفيش أي حاجة. الفكرة قديمة، وبيقول لك التيشيرت ده مستوحاة من مش عارف من سنة 1900 وكام. التيشيرت مش لطيفه، ما فيهاش اي ابتكار. بتاع زرقاء وحط لي خطوط بيضه من الجناب وخلاص، واللوجو البارز بشكل غريب جدا وملون بلون يفقع العين يعني. مش عارف يعني، انا كنت متردد بصراحه احطه ولا لا. ان هو شايفه كويس مقبول، لكن حطيته في المركز الخامس لانه كويس يعني يتلبس. لكن بعض الناس كانت مختلفه عليه شويه، وفي نقط ما كانتش عجباني فخليته في المركز الخامس. والمركز الرابع تيشيرت مانشستر يونايتد الاواي، اللي هي خضرا في احمر في ابيض، في حاجات غريبه يعني. انا مش فاهم يعني لازم كل سنه مانشستر يونايتد يطلع لنا بحاجه غريبه في التيشيرتات. يعني السنه اللي فاتت التيشيرتات كانت لطيفه، هنطلع لك واحد اخضر اللي هو خد اخضر اهو. طبعا التيشيرت الخضراء واللي مليانه خطوط ابيض في احمر، يعني ابيض خطوط عريضه بيضه وخط احمر في النص. يعني تيشيرت غريبه مش حلوه خالص، يعني ما تلعبش بيها كوره. واللي ضايقني انها يعني همشيها لو اواي، لو كانت الثيرد. يعني الفكره انها اواي، يعني انت عايز تقنعني ان انت هنشوفك نص سنه بتلعب بالتيشيرت دي. والفكره التيشيرت الثانيه اللي هي طبعا هنيجي نتكلم عليها بعدين، التيشيرت البيضه الثيرد الجميله جدا باللوجو السيمبل اللي هو لوجو الشيطان في النادي. التيشيرت دي تحفه يعني. التيشيرت دي تبقى تحط هي الاواي والتانيه تحط الثيرد، يعني كنت همشيها وايه كاني ما شفتش حاجه. لكن انت حاطط دي الاواي، يعني نص السنه هشوفك لابس التيشيرت دي. فكره ان اصلا التيشيرت مليانه خطوط بيضه واحمر من غير حاجه، يوم ايه حاطط لك اديداس اللوجو بتاعهم اللي هي الخطوط اللي بيقعد يحطها. فانت التيشيرت عباره عن حاجات مخططه يمين وشمال وفوق. لا تيشيرت وحشه جدا جدا من مانشستر يونايتد. وانا عايز اعرف مين اللي بيحابب اللون الاخضر. يعني بقالنا 3 4 سنين كل شويه لازم نشوف لوجو اخضر في التيشيرتات بتاع مانشستر يونايتد. يعني مين اللي بيحط الحاجات دي؟ المركز الثالث يعني تيشيرت ارسنال الاواي. يعني عايز افهم حاجه، بس افهم حاجه. ايه ده؟ يعني ايه اللوجو ايه يعني التيشيرت المستردة اللي فتح علينا ده؟ التيشيرت دي انا طبعا كنت بشوفها في الصور، يعني شفتها امبارح على الحقيقه قدامي، وفي الحقيقه اوحش من الصور. يعني اللي هو الصور محلياها. لا التيشيرت دي صعبه جدا ومخرمه من كل حته. يعني انا شفتها، انا كنت فاكر التخرام دي ايه، حاجات صغيره تعدي يعني. لقيت خرام 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 خرام، اللي هو ايه ده؟ يعني انا هلبسها ابقى مهوي من كل حته. النقطه ان هم في فكره في دماغهم هي وصلت لي شويه وهي حلوه، بس التنفيذ سيء يعني. لول عمال خطوط ودواري وحاجات غريبه، يقول لك دي حاجه ليها علاقه ايه ده؟ ايه بس انت التنفيذ نفذته وحش، والخطوط الدواري الغريبه اللي السودا اللي انت عمال تقول حاجات في المدينه وحشه جدا جدا، مخرمه من كل حته. ما فيهاش اي حاجه. كانت بدايه فكره كويسه، بس راحت للنتيجه اللي احنا شايفينها. طبعا الصوره قدامكم مش محتاج اشرح يعني. والمركز الثاني تيشيرت بروسيا دورتموند الهوم. يعني انا بروسيا دورتموند الانديه السيمبل، اللوجو بتاعها والمدينه سيمبل، اصفر في اسود.
فسهل جدا الاثنين تعمل بينهم كومباينيشن وتطلع حاجه حلوه. وبروسيا دورتموند طول عمرهم بيعملوا تيشيرتات حلوه. ايه ده بقى؟ يعني مش فاهم حاجه، يعني مش هتكلم، تيشيرت قدامك اتفضل علق براحتك. لو الفكره ايه، كل اللي شافها بلا استثناء بلا استثناء قال لك دي ماركت، قال لك ده الملعب بتاعهم. بذمتك ده ملعب؟ يعني الصوره قدامكم اهي طبعا متكبره وشايفين كل حاجه، انا مش فاهم ده ملعب من انهي اتجاه. لا واللي غاظني اكتر ان انا اكتشفت ان بروسيا دورتموند كان عامل استفتاء على التيشيرتات، خلى الناس كل واحد يعمل لوج ديزاين للتيشيرت والناس تختاره، والناس اختارت ده. فلو انتوا ازاي اجمعتوا على التيشيرت ده؟ والمركز الاول طبعا اكيد محسوم للتيشيرت. يعني انا اللي ماليش علاقه بالنادي ولا اي بتنجان، انا مجرد مشجع للنادي ومكسوف من التيشيرت ده، مكسوف اقول ان انا بشجع النادي ده بسبب التيشيرت ده. طبعا تيشيرت اي سي ميلان الثالث اللي هو انا اول ما شفته انا قلت كلمه واحده، هاي باربي. ما هو ما فيش غير كده، ما هو انت عامل التيشيرت ده عشان باربي، ما فيش حاجه تاني تمشي غير كده. منطق بيقول ما فيش غير كده. اصل مدينه ميلان ما فيهاش حاجه ليها علاقه بالالوان دي، ولا ايطاليا كلها على بعضها، ولا لوجو النادي، ولا بتنجان النادي، ما فيش اي حاجه ليها علاقه بالالوان اللي انت حاططها دي. حاطط لي بينك بيربل شويه وقالب تحت ازرق. ايه ده؟ ايه التيشيرت ده؟ يعني الصوره طبعا قدامي عشان بفصص بس التفاصيل. ايه ده؟ التيشيرت دي مثلا اتفهمها لو في ايفنت مثلا اللي ايه، فيلم باربي ولا حاجه، فتقوم عاملها مثلا بمناسبه الايفنت اللي هو ايه، التيشيرت دي لمده اسبوعين مثلا، او تيشيرت للفانز اللي حابين يدخلوا بيها فيلم، يعني فاهم حاجات كده. لما انت دي التيشيرت الثالثه، ده كويس انها الثالثه، لو كانت الثانيه انا كنت مش هشجع النادي ده. والغاظني اكتر ان التيشيرت الاولى حلوه والتيشيرت الثانيه اجمد. ايه الثالثه دي؟ يعني انا قلت التيشيرت الاولى حلوه، الثانيه تحفه، قلت الثالثه بقى تبقى حاجه دمار بقى. هقول انا هطلع في الحلقه اقول التيشيرت دي لازم تبقى الاولى. ايه ده؟ ايه التيشيرت ده؟ انا اول ما شفت الصوره طبعا صحابي ما توصوش، يعني اول ما التيشيرت نزلت كله بعت لي الصور، انا قلت طبعا ده ايه فوتوشوب، ما انت في شيرتات كتير بتبقى ايه كل واحد يقول لك انا نفسي في الديزاين ده، نفسي في الديزاين ده، يعني الناس بتستوحي الديزاينات. فانا قلت ايه، واحد مستوحي الديزاين بمناسبه فيلم باربي، ليه ده التيشيرت بجد؟ لو انتوا بتتكلموا طب وانا عايز بقى واحد لاوبنهايمر، انا بحب فيلم انا عايز واحد بقى يعملوا لنا بقى واحد رابع الفيلم اوبنهايمر. ما هو كده هنقضيها كده بقى. طيب وبعد ما طبعا بدأنا بالوحشين ندخل بقى نحلي على التيشيرتات الحلوه ونتمزج بقى بالروقان والفن. والمركز الخامس تيشيرت مانشستر سيتي الثيرد، او مسمينها سبيس تقريبا، يعني اعتقد حاجه كده، ما علينا. يعني التيشيرت اللي جميله سودة وخطوط البرق باللون الاحمر، انا اسف بالخطوط لون البرق والاحمر، لوجو كلمه الاتحاد واللوجو النادي ولوجو طبعا شركه بوما. لا تيشيرتايه عظمه حقيقه، تيشيرتايه يعني جميله، تيشيرتايه رواقه حاجه كده اللي هو ايه تحفه فنيه الحقيقه. تيشيرت جميله، الفكره حلوه. طبعا التيشيرت الاول مش حلو قوي بالنسبه مقارنه بالسنه اللي فاتت بتاع السيتي، ازرق وفيه حاجات غريبه كده. والتيشيرت الاوي نفس القصه. الثيرد دي التيشيرتايه الاولى بالنسبه لي، دي التيشيرتايه الاولى للفريق، يعني تيشيرتايه جميله ولذيذه، يعني حاجه خارقه للجمال. احنا برضه لسه في مدينه مانشستر، لكن هنروح بقى سنه كده لمانشستر يونايتد، والتيشيرت الثالثه ليهم دي بقى برضه روقان، بيضه وخط احمر، بس احمر طبعا من عند اللياقه، والتيشيرت بيضه ولوجو طبعا الشيطان ولوجو طبعا الشيطان بالاحمر، ولوجو اديداس بالاحمر، وتيم فيور سبونسر بالاحمر. تيشيرت سيمبل سهله بسيطه جميله. ندخل على التيشيرت الثالثه، والتيشيرت برضو اللي مستوحاه من ديزاين قديم، تيشيرت ميلان الاوي. التيشيرت رايقه برضو سيمبل، ابيض حط لك الخط الاحمر في اسود على الشعار، والشعار عملوا لك باللون الابيض في اسود، حاجه رواقه. تيشيرت رايقه جدا جميله جدا سيمبل، مستوحاه برضو من تيشيرت قديم، قدروا يطوروها ويخلوها حاجه احسن مع الرسومات اللي موجوده في التيشيرتات بشكل بسيط جدا يمتع ويخلي لون التيشيرت احلى. ديزاين
وفكره يوفق عليها الميلان زي ما لومناهم في التيشيرت الاخيره، مدحناهم في التيشيرت دي. تيشيرت جميله كويسه. والمركز الثاني طبعا تيشيرتات نادي الايطالي فينيزيا، بيظهر كل سنه في العالم قبل بدايه السنه بالتيشيرتات، قبل كل موسم الناس بتتكلم عليه عشان خاطر التيشيرتات. نادي طبعا اللي في الدرجه الثانيه اللي عامل التيشيرتات السنه دي ما كانتش عجباني خالص في الاول، بس لما قعدت اركز واشوف لقيت التيشيرتات دي انت ممكن تلبسها تخرج بيها عادي جدا ولا اي حاجه. تيشيرتايه حلوه، تيشيرتايه عامله شبه القميص بالخط اللي في النص ده بالذهب بالاسود، تلبسها تنزل بيها مشوار عادي جدا ولا في اي مشكله. تيشيرتايه حقيقه كويسه، وهم في الموضوع التيشيرتات ده يعني ما يتوصوش، والطليان ما يتوصوش. وبرده حاجات كده جديره بالذكر زي تيشيرت بورتو. تيشيرت بورتو اللي يعني تيشيرت خطيره بالنسبه لي، سهله بسيطه حلوه جميله. تيشيرت اياكس الهوم عجباني برده شويه. تيشيرتات برده سبورتنج لشبونه الثالثه اللي معمول عليها كريستيانو رونالدو، تيشيرت برده جميله. تيشيرت برده طبعا مستوحاه من تيشيرت قديمه، لكن قدروا يعملوها بالذهب واللون الذهبي والاسود، طلعوا برده تيشيرت جميله وكويسه. ندخل على التيشيرتايه رقم 1، واعتقد ان انت كده عرفت مين هو الملكي الميرينجي ريال مدريد. تيشيرتايه الحقيقه خطيره خطيره. التيشيرت الاولى هي تشبه تيشيرت مانشستر يونايتد الاولى، لانهم طبعا من اديداس، ولو ركزت هتلاقي نفس الفكره، بس بتفرق تنسيق الالوان. مش لايق هنا على قد ما هو لايق هنا، نفس الديزاين نفس كل حاجه، بس هنا خطير وهنا عادي. وده الفرق بين الانديه، انت ممكن تعمل ديزاين تعمله على 100 نادي بس ما يليقش عن 100 نادي غير نادي واحد، وده بسبب الالوان اللي متركبه على بعض، اللي لايقه على بعض، اللي بتطلع لك منتج خطير. الاحمر والاسود ما ركبش مع التركيبه دي على قد ما ركب مع الابيض في اسود في ذهبي. التيشيرت الاولى خطيره باللياقه، خط اسود معاها خط الاسود مع الذهبي، الكمام خط اسود في ذهبي، تيشيرت بيضه سيمبل، لا حاجه بصراحه جميله. تيشيرت شفتها في الشارع كتير جدا، شكلها جميل شكلها حلو، ببص عليها عايزها. والتيشيرت الثيرد الاوي ما عجبتنيش قوي، لكن التيشيرت الثيرد اللي برضو جميله جدا 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 جدا، وهي دي اللي معانا في القائمه الاساسيه النهارده رقم 1. التيشيرت الثيرد اللي خطيره خطيره بشكل، اللي هي خطيره جدا عجباني جدا، شكلها حلو جدا. حاجات سيمبل بسيطه، اسود في ذهبي، بالكمام لوجو اديداس اسود فاتح شويه، باللوجو الذهبي بالكلام الذهبي، كله حاجه لونها باللون الذهبي. لا تيشيرت حلوه جدا، سواء الهوم ولا الثيرد الاثنين جامدين، بس الثيرد بالنسبه لي اجمد بكتير. فن ريال مدريد، فن صناعه التيشيرتات. طبعا النادي الملكي الميرينجي بيتصدر القائمه تيشيرت، لا خطيره 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 خطيره. برضو تيشيرت تانية كانت عجباني جدا، وهي تيشيرت روما. تيشيرت روما برضو جدير بالذكر كده انا اقولها، جميله جدا. تيشيرت اصلا الثالثه نسيت احطها في القائمه، برضو تيشيرت حلوه، اللون البتاع ده، وهنا اغمق شويه ولا اغمق شويه، وهنا افتح شويه، بسيط، حاجات بسيطه، تناسقات بسيطه بتقدر تطلع لك منتج كويس. بس وكانت هذه اختياراتي للتيشيرتات، ارائي الشخصيه فيهم، قلت لك اسبابي تتفق تختلف، دي اذواق شخصيه اذواق شخصيه. قول لي بتشجع مين تحت من الانديه اللي احنا قلناها، وايه التيشيرت اللي عجباك وايه التيشيرت اللي مش عجباك، مختلف معايا في ايه، وشايف كان ايه ممكن يتحط وايه ما حطيتهوش، سواء في الحلو في الوحش في اي حاجه. وبس كانت دي كل حاجه معانا النهارده. لو عجبتك تعمل لايك وسبسكرايب، وسلام.